السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة من السنين في شهر من الشهور في يوم من الأيام ماشي في الشارع فلقيت واحد مديني ورقة. ببص كده ومشي، هو مديني ورقة ومشي. ببص في الورقة مكتوبة فيها: الحقنا يا مستر احنا جريد 5 محتاجين فاينل فيجن. فروحت جيت بسرعة على الاستوديو من ذاكر المعاصر وقلت لازم نعمل اكبر فيجن لجريد 5 في الساينس، لأن هما حبايبي وطلاب ودكاترة ومهندسين وبإذن الله هيجيبوا الفاينل جريد مع مستر سيد الجعفري ومع ذاكر المعاصر. نيجي هنا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا فاينل اكزامينيشن موجود في اسسمنت بوك بتاعك. مهم جدا يا صديقي تجيب الاسسمنت بوك وتحل معايا كويشن باي كويشن، لان احنا هنفهم وكمان هنحفظ وهنذاكر. ده غير ان احنا ان شاء الله هنجيب الفاينل جريد، والاسئله دي مهمه جدا جدا هتلاقيها باذن الله في الامتحان اللي هو قرب كمان. يلا بينا ستارت question 1. Complete the following magnetic force attract metal which are made of iron, space and space. لو جبت اي ماجنت هيقول لك والله انا ماجنت وباتراكت حبه مينرالز او حبه ميتالز. هما مين يا مستر؟ هما مين يا ماجنت؟ انا باتراكت مين؟ الايرن، النيكل، الكوبالت. يعني لو جبت مثلا الايرن ورحت جبت مثلا ماجنت هيعمل ايه؟ اتراكت. جبت نيكل هياتراكت الماجنت، جبت كوبالت هياتراكت برضو المين؟ الماجنت. فانا فهمت هنا المagnetic فورس تقدر تاتراكت ميتال زي مين؟ ايرن، كمان نيكل، وكمان كوبالت. ماشي. letter B give reason for although the earth rotate on its axis we do not feel a serious moment. تخيل كده يا صديقي انت قاعد في عربية ماشي، وناس ولاد عمك برضو معاك في عربية تانية، وانتوا الاتنين رايحين مصر، رايحين تصيفوا بعد الامتحانات بقى، بعد ما جبنا الفاينل الجديد عشان اتفرجنا على فيديو مستر سيد الجعفري في ذاكر من مصر، واحنا رايحين نصيف بقى بعد ما جبنا الفاينل الجديد ومبسوطين. انتوا الاتنين ماشيين بنفس السبيد. تخيلوا كده انت اهو وولاد عمك اهو وماشيين بنفس السبيد رايحين مثلا ايه الساحل. فانتوا ماشيين كده بنفس السبيد، بتبص على الناحيه التانيه ولاد عمك كانهم مش بيتحركوا، مع انكم انتوا الاتنين ماشيين بسبيد عاليه مثلا 120 كيلومتر بر اور. طب ايه اللي بيحصل؟ عشان انتوا الاتنين ماشيين بنفس السبيد، فليه يا ترى مش بنحس بالارث وهي بتروتيت حوالين او around on its axis؟ عشان احنا برضو الاتنين ماشيين بنفس السبيد. اقول له هنا because we are move by same speed. ان احنا بنتحرك بنفس السبيد on its surface، على السطح بتاعها. ان احنا كده واقفين على السيرفس بتاع الارث، هي بتتحرك واحنا بنتحرك معاها. حلو. نمبر 2 the gravity between objects is affected by distance between them. تخيل كده قلت لك احنا هنعمل اكسبيرمنت، قلت لك بقى بعد ما رحنا الساحل رحنا بقى البحر الاحمر عشان بقى جبنا فاينل مبسوطين. حلو. اما رحنا البحر الاحمر عشان نقدر نتسلق بقى الجبال، رحنا بقى عند جبل موسى، رحنا جبل الاحمر كده عشان نقدر ايه نتسلق. واحنا بنتسلق حسينا ان كل شويه بنطلع لفوق الجرافيتي بتقل. طب تخيل بقى جبنا ايه؟ جبنا مثلا صاروخ او جبنا مركبه مثلا فضائيه وطلعنا بيها وطلعنا للسبيس، ايه اللي هيحصل؟ والله يا مستر الجرافيتي هتنعدم، هتبقى مفيش جرافيتي، نو جرافيتي موجوده. حلو. فانا فهمت ان كل ما الديستنس تزيد بيننا وبين او بين الاوبجكت وبين الاوبجكت اللي بيأتراكت لي اللي هو الجرافيتي، فالديستنس تزيد الجرافيتي تقل، فبينهم كده inversely proportional. فاقول له هنا because when increasing while increasing the distance، لما الديستنس تزيد the gravity decreases. Letter C what is the function of telescopes؟ شوفنا التلسكوب. مين يا مستر التلسكوب؟ التلسكوب ده اللي بنبص فيه عشان نقدر نشوف الكليستيكال بودي اللي هي بعيدة move away، بتتحرك بعيد from us.
طب احنا دلوقتي فهمنا التلسكوب بيعمل ايه، هنكتب بقى. يبقى كده التلسكوب used to see way to see celestial body اللي هي that far away from us، اللي هي بعيدة جدا عننا. حلو. نمبر 2 water filters. يا ترى بنستخدم الفلتر ازاي؟ او ليه بنستخدم الفلتر؟ عندنا في الفلتر عندنا ميه او فلتر ميه موجود في البيت عشان نقدر يا ترى نقدر نعمل ايه؟ نقدر نشيل الريموف الهارمفول بليوشن او نشيل الهارمفول ماتيريالز من البليوتد ووتر عشان نقدر نستخدم الووتر دي في ماني بروسيس. فاقول له هنا we use filter to remove harmful material عشان نقدر نشيل harmful material from polluted water and use clear water in many purposes. يعني احنا دلوقتي فهمنا ان احنا بنستخدم الفلتر عشان نشيل remove harmful material from polluted water ونقدر نستخدمها بقى in clear water في many purposes. Number 2 choose the correct answer. The desert and forests in the world are example of. يا ترى الصحراء والغابات example على اليونيفرس هتكون؟ اكيد لا، في مستر فولس. على الكونسلتيشن التجمع النجمي؟ لا برضه فولس. امال على ايه؟ على البيومز. البيوم هي عبارة عن large area ماشي same soil same air same climate same living organisms، وده هو اللي بيشكله desert وكمان الفورستس. اللي بعد كده نمبر 2 the phase of the moon، حالة القمر زي كده at the end of lunar month، في نهاية الشهر القمري is space where the moon is completely dark. يا ترى المون لما يكون completely dark يعني مش ظاهر، القمر مختفي ليه؟ هو كده بيعمل ايه؟ او الفيس دي اسمها ايه؟ نيو مون، قمر جديد. حلو، يعني انت دلوقتي قمر جديد. حلو. اللي بعده what happen when number 1 people do not conserve fresh water. والسؤال ده ليك يا صديقي عشان تعرف قد ايه المايه مهمه جدا جدا جدا. تخيل انت ما حافظتش على الفريش ووتر وانت مثلا بتعمل كلينج يور تيث، بتغسل سنانك، ولا مثلا ايه بنعمل او بنغسل الاطباق، ايه بنكلين الدشز. طب معنى كده ان انا فهمت ان الفريش ووتر دي مهمه جدا. لو انا ما حافظتش عليها بقى ايه اللي هيحصل؟ السؤال ده ليك، لو ما عرفتوش استنى اعرف الفيديو عشان نعرفه. نمبر 2 there is no gravity between the earth and the moon. تخيل كده مفيش جرافيتي between earth وانت المون، ايه اللي هيحصل؟ والله يا مستر المون هيحصل ان هو يفلوت اوف into space، هيطير بعيدا عن الاي سبيس. هيمشي ازاي؟ مفيش جاذبيه بيني وبين الارض، انا همشي بعيد. انا فهمت هنا ان الارث هو بيعمل ايه؟ في جرافيتي between earth and moon، وبيحصل ريفوليوشن للمون حوالين او around ايه؟ الارث. لو مفيش جرافيتي المون ده ايه اللي هيحصل؟ والله float off into space. هقول له هنا the moon will float off، هيطير بعيد into space زي العين. حلو. what mean by revolution؟ لسه قايلينها دلوقتي. يعني ايه يا مستر revolution؟ والله في object be orbiting around another object، هي دي كده revolution. طب يعني ايه روتيشن؟ روتيشن ده يعني الاوبجكت نفسه
بيدور around حوالين ايه an its axis، حوالين محوره زي الارث كده وهي بتلف حوالين الاكسس بتاعتها. زي ما طب revolution وروتيشن. revolution object be orbiting around another object، لكن rotation object بايه orbit او be around حوالين ان ايه around in its axis. حلو، يعني كده revolution والله هيقول له هنا orbiting orbiting object around another object، يعني object بيلف حوالين ايه object تاني. دي كده revolution. True or false? The deep area of the ocean that the sunlight cannot reach them. الديب اريا اللي موجوده في الاوشن هي دي اسمها shallow zone. اكيد يا مستر فولس. حلو. نمبر 2 friction force increases the movement of object. الفريكشن فورس يعني معايا اوبجكت واوبجكت، هما الاثنين بيحصل كده بينهم فريكشن. فريكشن ده بتقلل السبيد مش بتزود السبيد. هو بيقول لي هنا فريكشن فورس بتعمل ايه؟ بتزود او increases the movement حركه الاوبجكت، لا دي بتقللها، فاقول له فولس. Right scientific term number 1 the fastest planet during its rotation on its axis. الفاستست بلانت اسرع كوكب بيدور حوالين نفسه، عمال يلف 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 حوالين نفسه كده، بيدور على حاجه بيلف حوالين نفسه. هو مين يا ترى؟ هو جوبيتر. هو مين؟ جوبيتر. برافو عليك يا جوبيتر. نمبر 2 the white space منطقه واسعه جدا contain عندك كليستيكال بوديز اجرام سماويه ستارز نجوم جالاكسيز مجرات كوميتس وساتلايتس، كل حاجه موجوده. هو يمين دي يا ترى؟ ايه الوايت سبيس دي يا ترى؟ الحته الواسعه اللي قدام بيتنا؟ اكيد طبعا غلط. امال ايه؟ قال اليونيفرس الكون. يونيفرس. لتر سي compare نعمل comparison between بايوسفير والجيوسفير على حسب سيستم كونتين. بايوسفير بيكونتين ايه؟ جيوسفير بيكونتين ايه؟ تخيل كده قلت لك بايو لايف. بايو لايف يعني ايه لايف؟ يعني living organisms. مين living organisms؟ human plant animals. حلو، يعني فهمت هنا ان في human وبلانت وانيمال دول البايوسفير بيكونتين ايه؟ اقول له هنا living organisms like humans, plant, animals. حلو. الجيوسفير جيو exactly mean lithosphere. يعني ايه lithosphere؟ يعني earth، يعني مثلا من اي حاجه في الارث rock sand soil كل ده يعتبر او considered geosphere تبع الجيوسفير. فاقول له geosphere system contain soil sand rock. حلو. Question number 4 correct underline word. The fresh water on Earth's surface is about 71%. تخيل كده ان فريش ووتر الميه العذبه اللي احنا بنشربها 71%. يا الله، ده احنا مش هنحتاج نكونسيرف ووتر خالص يا مستر، صح؟ ايوه، يعني ممكن اقعد وانا باخد شاور 7000 او 7 ايام ولا حاجه. ايوه طبعا. يعني طب هي قد ايه؟ يعني هي مش 71، امال هي قد ايه؟ 3.5. يا دي كميه بسيطه جدا 3.5%. عشان كده بنكونسيرف ووتر. وتخيل بقى ان 7.5 دي في 2% منها اصلا جلاسرز، يعني عباره عن تلج. فانا فهمت، عشان كده بقدر او لازم اعمل كونسيرفنج الووتر. نمبر 2 large water body where water flow toward the common location is called. large water body بيروح لكومن لوكيشن
ماشي، دي اكيد اسمها ايه؟ cold water jet. حلو. letter B, what is the result of passing dirty water through a filter؟ عديت ميه متسخه خلال فلتر، ايه اللي هيحصل؟ مستر انت قلت لي في السؤال اللي هو كان موجود في جيت 1 ان الفلتر ده الامبورتنس او اليوز بتاعته بستخدمه عشان اقدر اعمل فلتريشن وريموفينج هارمفول ايه ماتيريال فروم polluted ووتر، احولها كونفرتنت انتو ايه؟ كلين ووتر، والكلين ووتر دي بقدر استخدمها في مين بيربوزز. يعني اقول له لو اديت ووتر عدت خلال الفلتر والله it will be clear day 2 removing harmful material inside dirty water. حلو. Number 2, what is the result of ايه نتيجة rotation of earth around on its axis in front of the sun؟ ايه نتيجة ان الارث قدام الصن اهو، ايرث بيلف حوالين نفسه، بيلف حوالين نفسه كده، بيلف حوالين نفسه كده، معنى كده ان في ايه يا مستر؟ ده انا فهمت ان هو بيعمل روتيشن every 24 years I'm sorry 24 hour. حلو، يعني هو كل 24 ساعة بيلف 1 ريفولف 1 ارب، يلف دورة كاملة كده مرتين. حلو، يعني معنى كده ان هو فهمت ان في الجزء هنا اللي بيفيز ذا صن بيكون عنده داي، والاذر بارت بيكون عنده نايت. طب لف اهو خد ايه 12 اور، معنى كده ان الجزء ده هيكون عنده ايه داي، والتاني اذر بارت هيكون عنده نايت. فانا فهمت هنا والله day and night phenomena occurs. ظاهرة الداي والنايت هتحدث. حلو. Letter C, explain the following. Number 1, the moon stay in a fixed orbit around the earth. ليه يا ترى انت يا قمر بتفضل ثابت around الارث؟ ليه؟ اكيد يا مستر عشان في gravity between the earth and moon. يعني فهمت هنا ده بسبب، هقول له هنا day 2 gravity، بيرجع للجرافيتي between ال two object الكلاسيكال object هما مين؟ between earth and moon. Number 2, how does the sun produce its heat and light؟ ازاي الصن بتنتج الهيت واللايت؟ الصن هو نجم بيشتغل من اجلنا، زي بالظبط بابا، زي بالظبط ماما، هما الاتنين بيحاولوا يخلوك احسن كائن او احسن حد في الكون، بيعملوا كل حاجة عشان توصل للي انت عايزه. يعني هما زي شمعة بتحرق من جوه، نفس كلام الصن. الصن ده حد جميل عنده سوبر هوت جازز، السوبر هوت جازز دي بيحصل رياكشن جواها، والرياكشن دي هي اللي بتنتج البروديوس ايه لايت وانت هيت، بيوصلوا لينا عشان نقدر احنا نعيش. فانا فهمت هنا ازاي يا ترى الصن بتنتج الهيت واللايت. هقول له هنا دي 2 بسبب الكيميكال رياكشن inside it، الكيميكال رياكشن اللي بتحصل جواها، ماشي، which hot gases which super hot gases بتعمل ايه super hot gases دي؟ والله يا مستر produce الهيت and light.
فانا فهمت دلوقتي ان الكيميكال رياكشن اللي بتحصل جواها اللي هو سوبر هوت جازز بتنتج هي بروديوس الهيت واللايت. وكده يا صديقي خلصنا تيست نمبر 1. نرجع بقى للسؤال، قلت لك ان هو مهم جدا جدا، ولو عرفته وكتبته في الكومنتس فانت كده برافو، وهتقدر تكونسيرف على الفريش ووتر عشان خلاص الميه بتخلص. طب نقول لي كده الانسر بتاعتك، يا ترى ازاي ايه اللي هيحصل لو احنا people do not conserve fresh water او doesn't conserve fresh water؟ ما عملوش conserving ليه الفريش ووتر؟ ايه اللي هيحصل؟ والله دي سهله جدا يا اسطى. الفريش ووتر او amount of fresh water ايه اللي هيحصل لها؟ decreases. اقول له هنا the amount of fresh water will decreases. كده يا صديقي خلصنا تيست نمبر 1. كان معاكم مستر سيد الجعفري. هنقفل ساينس والكيمستري. مهم جدا 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 تركز في كل بوينت، مهم جدا تراجع كل بوينت، مهم جدا تبعد الفيديو ده عشان زي ما انت استفدت غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.